يا مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده ميعادنا مع حل موديل 3 محافظه الاسكندريه لبريب 3 مراجعه الساينس، المراجعه النهائيه. ركز معايا بقى كده وتعالى نشوف الاسئله بتاعتنا واحده واحده وازاي نفكر في الاسئله ونحل صح جدا جدا. قال لك the result of multiplying the speed of moving object by time. يعني حضرتك لما تجيب السبيد وتعمل لها multiply time، يا ترى دي هتكون ايكوال ايه؟ احنا عندنا لو بيربط ما بين السبيد والتايم اللي هو الماجيكال تريانجولار ده. لو حضرتك عايز السبيد فبتقول لي يبقى الدي اوفر التي. انت هنا بتقول لي بقى الفي ملتبلاي التي، يعني السبيد ملتبلاي التايم، يبقى اكيد هيديني مين؟ الدي، والدي اللي هي بتمثل بالنسبه لي الديستانس. يبقى اذا اكسلريشن لا، امال هتبقى ديستانس صح، يونيفورم سبيد لا، افريج سبيد لا. بالنسبه للاكسلريشن في اللو بتاعها بيكون دلتا في اوفر دلتا تي. يعني ايه دلتا في؟ يعني في 2 ماينس في 1 اوفر تي 2 ماينس تي 1. اما بالنسبه للافريج سبيد فالتوتال ديستانس اوفر التوتال تايم. ماشي، تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. if the radius of curvatures of concave mirror equal 30 cm so its focal length is equal ايه؟ ماشي، انا دلوقتي ايه relation between الفوكال لينس والراديوس؟ الفوكال لينس ايكوال هاف الراديوس، ماشي، والفوكال لينس ايكوال كوارتر الدايمتر، ماشي. يبقى انا دلوقتي كان هو مديني دايمتر او مديني راديوس، اعرف اجيب الفوكال لينس، او هو لو مديني الفوكال لينس اعرف اجيب الراديوس عن طريق ان انا اعمل لها تايم 2، ولو هو مديني الفوكال لينس وعايز الدايمتر يبقى اعمل لها تايم 4. طب انت عايز مين هنا؟ لا، انا عايز حضرتك هنا الفوكال لينس، وانت هنا مديني الراديوس، يبقى تقول لي خلاص يبقى هاف تايم 30 ايكوال 15، وتبقى الانسر بتاعتك لتر سي. The ratio or the ratio between the number of chromosomes that present in gamete. قول لي بقى الريشيو بين الكروموزوم اللي تكون موجوده في الجميت. فمبدئيا كده هي الجميت دي بتكون ايه؟ بتكون n which resulting from meiosis division to the number of chromosomes that present in somatic cell. somatic cell يعني 2n of the living organism. يبقى انا عايز ريشيو between n over 2n، يبقى ال n هتروح مع ال n، يبقى اذا equal half. يبقى الانسر بتاعتي letter C. mention one use of the following. السبيدوميتر، هو انا بستخدم السبيدوميتر في ايه؟ هتقولي والله عشان اقدر اعمل ايدنتيفاي، ان انا اقدر اتعرف على مين بقى يا معلم؟ على السبيد، على السرعه اوف ايه؟ اوف الكار او البلينز دايركتلي. يبقى حضرتك لو عايز تتعرف على سرعه اي جسم سواء كان الكار او البلين، يبقى هتقدر تعرف الكلام ده دايركت عن طريق مين؟ ان انت هتستخدم السبيدوميتر. طب بالنسبه للكونتاكت لينس اللي هي العدسات اللاصقه، هتقول لي والله تو كوريكت الديفيجن ديفكت، ان انا احسن او اصحح الفيجن ايه؟ الفيجن ديفكت، العيوب بتاعه الابصار. ماشي، وده بيكون نتيجه ايه يا معلم؟ نتيجه ان انا ممكن مش عايز البس نظاره، يبقى انستيد اوف الميديكال جلاسز. ماشي، السؤال اللي بعد كده بيقول لك complete الاكسلريشن از ا physical quantity which is measured in ايه؟ الاكسلريشن بتكون عباره عن فيكتور. ليه؟ عشان هي بتكون محتاجة حاجتين، ماجنتيود وكمان يكون معايا دايركشن، وتكون ميجرنج يونت بتاعت الاكسلريشن متر بير سكند سكوير. وخلي بالك عشان دي مهمة جدا. The type of asexual reproduction in amoeba. هو الاميبا اصلا بتستخدم انهي asexual reproduction؟ بتكون الباينري. ماشي. But in yeast fungus reproduce asexual by ايه؟ by البادنج. وخلي بالك مهم جدا 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 ان انت تكون عارف الاكزامبل وتكون عارف هو بيحصل له reproduction بأني asexual reproduction. ماشي. Put true or false. Increasing the convexity of the eye lens causes long sightedness. هل لما انا ازود الكونفكستي اوف الاي لينس بيعمل لونج سايددنس؟ لا، امال دي إيه يا معلم؟ بتعمل شورت. The solar system is located in one of the spiral arms of Milky Way galaxies. السولار سيستم بتكون موجودة على أحد السبايرال arms of الميلكي واي جالاكسيز. أيوه طبعا صح. الزيجود is the cell that produced due to filtration process. أيوه، وبتكون الزيجود مبدئيا كده بتكون 2n. ليه؟ لأن هي جاية n من الميل جاميد، وبتكون جاية من ال n التانية اللي هي بتكون جاية من الفيميل جاميد. فبالتالي لما اجمعهم الاثنين مع بعض اعمل لهم سمشن، فالحالة اللي زي كده بتديني 2n.
ودي من ضمن الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها. السؤال اللي بعد كده بيقول لك كروس اوت ذا اود وورد، استبعد الكلمه المختلفه الاود وورد يعني then and write the scientific term for the rest. ماشي، التايم واللينس والفورس والماس. ماشي، استبعد مين؟ التايم مش بحتاج غير measuring unit بس ونيوميريكال فاليو يعني بمعنى ماجنتيود اونلي، لينس برضه ماجنتيود اونلي. اما الفورس هي اللي انا بتكون محتاجه ماجنتيود ودايركشن، فبتكون بالنسبه لي تمثل فيكتور، والماس برضه محتاج بس ماجنتيود اونلي. يبقى انا هطلع مين في نمبر 1؟ هطلع الفورس، اما الباقي بيكون عباره عن scalar physical quantity. ماشي، virtual image, upright image, real image, image equal in size to object. ماشي، هطلع مين؟ هطلع الريل ايمج. ليه؟ عشان لو جيت ابص على الحاجات التانية الفيرتشوال ايمج وابرايت ايمج وايمج ايكوال ان سايز، دي كلها بتكون البروبرتيز اللي جايه من ايه؟ من البلان ميرور. يبقى دي البروبرتيز اوف الايمج formed by plane mirror. ماشي، السؤال اللي بعد كده بيقول لك answer the following. قال لك look at the opposite figure. ماشي، then calculate. حاضر، قول لي الديسبيسمنت وقول لي الفيلوسيتي. الديسبيسمنت هي الشورت ستريت لاين ما بين الستارتنج بوينت والاند بوينت. طب انا كنت بدات فين؟ بدات عند A ومشيت لغايه B، بعد كده رحت للسي، بعد كده رحت للدي. يبقى اذا الاي ده الستارتنج بوينت، البي ده الاندنج بوينت. فانا محتاج ان انا اجيب ايه؟ اللاين اللي هيكون ستريت لاين ما بين ايه؟ الستارتنج بوينت والاند بوينت. ماشي، انا شايف ان دي 40 متر ودي 40 متر، دي 80، يبقى اكيد برضو دي ايه؟ 80 متر. يبقى الديسبيسمنت بتاعتي ايكوال 80 متر. طب بالنسبه للفيلوسيتي، الفيلوسيتي دي بتكون ديسبيسمنت اوفر مين؟ اوفر التايم. ماشي، هجيب مين دلوقتي؟ هجيب الديسبيسمنت بتاعتي، فخلاص انت جبتها ب 80. طب والتايم هجيب التوتال تايم اللي عندي كله. طب انا عندي هنا 30 بلس 40 بلس 10، فتقول لي يبقى اذا دلوقتي 40 80 اوفر 80 فايكوال كام؟ ايكوال 1 متر بير سكند. لو عملتها كده يبقى كده غلط. ليه؟ لان انت كده جبت سبيد بس. حلو، امال انت عايز مين؟ عايز فيلوسيتي. يبقى انت لازم تحتاج تكتب الدايركشن. طب ما انا من ال بي انا رحت فين؟ رحت ناحيه الايه؟ الاس دايركشن. يبقى انت لازم حضرتك بعد ما تكتب 1 متر بير سكند يبقى تكتب لي ايست دايركشن. بيقول لك look at the opposite figure then mention the name of this phenomena. لما اجي ابص على الاوبزيت هلاقي ايه؟ هلاقي ان في الانر كروماتيد والانر كروماتيد بدا بيحصل لهم ما بينهم اكستشينج ما بين الايه؟ الانر كروماتيد، وبعد كده حصل اكستشينج وبدلنا مع بعض. طيب يبقى اذا بنسمي الفينومينا دي الكروسنج اوفر فينومينا. ايه الامبورتنس بتاعت الفينومينا دي؟ الامبورتنس بتاعت الفينومينا دي هتقول لي والله ات وركس ان هي بتشتغل على مين يا معلم؟ على ان يحصل فاريشن، يعني يحصل تنوع ايه بقى؟ اوف الجيناتيك تريتس، التنوع في الصفات ايه؟ الوراثيه. ماشي يعني، وده عن طريق ايه؟ ان بيحصل اكستشينج من الجينز اللي بتكون between التو homogeneous chromatids. السؤال بعد كده يقول لك write the scientific term for each of the following. The speed of moving object relative to an observer. هتقول لي دي بالنسبه لي تمثل ال relative speed. The line extended between two centers of curvatures of lens passing through the optical center of lens. ده بالنسبة لي يمثل مين؟ ده بالنسبة لي يمثل ال principal axis. ماشي. The space which contain all the galaxies, stars, planets, moon, living organisms and everything. يبقى ده أكيد الكون بتاعنا اليونيفيرس. ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك what happen when؟ إيه اللي يحدث عندما a body move with uniform speed؟ إيه اللي يحصل لما يكون عندي body بيموف بيتحرك بسرعة منتظمة according to acceleration؟ طالما هو بيونيفورم سبيد يبقى مفيش تشينج في السبيد، يبقى في الحالة زي كده الاكسلريشن بتاعتي هتكون equal 0 equal 0. ماشي. الانسيدنت لايت راي فول بيربنديكولار اون ريفلكتنج سيرفيس تو بلان ميرور. انا جبت بلان ميرور وعند الانسيدنت لايت راي نزل بيربنديكولار على ريفلكتنج سيرفيس، يبقى اللي هيحصل له؟ هتقول لي والله ات ويل ريفلكت، هيبدا ينعكس مره ثانيه اون itself. يبقى يحصل له ايه؟ it will reflect on itself، وبالتالي يبقى الانجل of الانسيدنس equal الانجل
اوف الريفليكشن، يبقى الانجل اوف الانسيدنس بتساوي الانجل اوف الريفليكشن، وده كله هيكون ايكوال 0. السؤال اللي بعد كده بيقول لك compare between مين بقى؟ الفيرتشوال ايمج والريل ايمج according الديفينيشن. يبقى انت لازم تقول لي الديفينيشن ما بين الاثنين. ايه هو الفيرتشوال ايمج وايه هو الريل ايمج؟ وخلي بال حضرتك ان هنا في حاجتين مهمين جدا. ماشي، ان انا محتاج اقول الفيرتشوال ايمج اللي هي بتكون بالنسبه لي هي ايمج كانت ريسيف ايه اون سكرين، يبقى ذا ايمج كانت بي ايه، كانت بي ريسيفد، ان انا ايمج ما اقدرش ان انا استقبلها على مين يا معلم؟ على السكرين. دي كده اول نقطه. البوينت الثانيه بالنسبه للايمج هتقولي والله هي ايمج كان بي ريسيفد، هي ايمج اقدر ان انا استقبلها اون ايه؟ اون سكرين، اقدر استقبلها على سكرين. ماشي. بالنسبه بقى للاثنين دولت اللي بيتلخبطوا الناس ما بين السنترومير وما بين السنتروسوم، يا ترى ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ماشي. بالنسبه للسنترومير انا بيكون عندي تو كروماتيد، ودي البوينت اللي هم بيكونوا بيتقابلوا فيها. يبقى السنترومير هي هتقول لي it is a point، هي عباره عن نقطه of connection، هي عباره عن نقطه الاتصال of two chromatids of chromosome. هي دي نقطة التقاء مين؟ الاتنين كروموزوم. طب بالنسبة للسنتروسوم، السنتروسوم اللي هو بيكون موجود جوه النيوكليس اللي هو بيكون هنا ده، وخصوصا في الانيمال سيل، هو ده اللي بيطلع لي السباندل فايبر. يبقى تقول لي it forms، هو اللي بيكون مسؤول عن the spindle fiber، هو يكون السباندل فايبر during مين؟ during الانيمال سيل division. السؤال اللي بعد كده بيقول لك correct the underline word، صحح الكلمة اللي تحتها خط. when an object placed at a distance less than focal length of a convex lens، في حالة convex lens the formed image is virtual and enlarged while inverted، لا دي بتكون ايه؟ upright. ماشي، كتبت erect برضو تمام. ماشي. from the opposite figure the incident angle equal ايه؟ ماشي، انا شايف دي 140. حاضر، هعمل ايه دلوقتي؟ هتقولي طب ما تعالى نجيب الحته دي، بما ان دي لينير انجلز يبقى دي 140، يبقى دي كمان ايه؟ 40، عشان بتكون الانجل بتاعه اللينير بتكون كام؟ 180. حاضر، هعمل انا ايه دلوقتي؟ هنزل دلوقتي النورمال لاين بتاعي، بما ان النورمال لاين بيكون perpendicular فالانجل دي بتكون 90. حاضر، يبقى دي 90، اشيل منها 40 يبقى الحته دي ايكوال كام؟ 50. نزلي بقى الانسيدنت لايت ري. تمام جدا. احنا عندنا لو الفيرست لو اوف اللايت ريفليكشن بيقول لك ان الانجل اوف الانسيدنس بتساوي الانجل اوف الريفليكشن. طب انا لو الانجل اوف الريفليكشن بتاعتي بتساوي 50، يبقى الانجل اوف الانسيدنس بتاعتي برضه بتساوي ايه؟ 50. يبقى بدل 40 هتقول لي ايه؟ equal 50. The universe emerged from the particles of hydrogen and helium وليس اكسجين، وتكون البرسنتج بتاعت الهيدروجين 75% وبتاعت الهيليوم بتكون 25%. السؤال اللي بعد كده بيقول لك give reason for the word ambulance is written in literal inverted way on the ambulance car. ليه بنكتب كلمة ambulance بشكل مقلوب على عربية الإسعاف؟ هتقولي والله عشان العربية اللي هتكون الراجل اللي هيكون راكبها، يعني افترض ادي العربية بتاعتي بيكون في مرايات هنا على الجنب، وادي عربية الإسعاف بتاعتنا الجميلة اهي، فبنكتب كلمة ambulance مقلوبة أصلا فالراجل اللي بيكون قدام عربية الإسعاف قدامه بقى الميرور اللي هنا دي بتبدأ تعكس كلمة امبولانس فبتظهر في شكلها المعدول، فالراجل يوسع الطريق عشان العربية تقدر تعدي. يبقى تقول لي عشان ايه بقى؟ هتقول لي because the mirrors بسبب الميرورز اوف ايه؟ اوف ذا كارز، المرايات اللي هتكون في العربيات اللي مالها بقى؟ اللي هتكون in front of، اللي هتكون امام مين؟ الامبولانس كار. مالها بقى المرايات بتاعتها؟ هتعمل ايه بقى دورها؟ دورها ان هي تعمل ايه بقى؟ هتفورم inverted ايه؟ image، هتكون صورة مقلوبة. حلو، لمين بقى؟ لكلمة ambulance for this ايه؟ for this word. فالصورة بتاعتها هتكون باينة ازاي بقى يا معلم؟ يبقى هتقول لي it appears، هتظهر مالها؟ corrected to driver، هتظهر معدولة ومتصححة لمين؟ بالنسبة للدرايفرز اللي كانوا سايقين مين؟ العربيات. ماشي. The motion of train is an example of ايه؟ a motion in one direction.
ليه بنقول ان يعتبر الحركه بتاعه الترين واحده او اكزامبل من ضمن الاكزامبل بتاعه الموشن ان وان دايركشن في اتجاه واحد؟ هتقول لي والله عشان ان يا اما الترين بتاعي عنده القدره ان هو يا اما موفز فورورد، يا اما يمشي على طول، او ان هو يمشي باكورد يرجع تاني ان ستريت لاين. يبقى تقول لي عشان يا اما الترين بتاعي موف فورورد او باكورد ان ستريت باس، او كمان كيرفد يا عم، او حتى كمان combination between them or ايه combination of both. combination of ايه of both. السؤال اللي بعد كده بيقول لك answer the following. اجاوب على اللي جاي ده. حاضر يا عم. if the speed of moving car equal 90 km per hour calculate its speed in meter per second. هو انا دلوقتي لو انا عايز احول من كيلومتر بير اور عايز احولها من متر بير سكند، هعمل ايه يا معلم؟ هتقولي عشان احول من كبير لصغير هضطر ان انا اعمل تايم كام بقى؟ الرقم ده مهم جدا اوعى تنساه، 5 اوفر 18. يبقى تقولي 9 تايم 5 اوفر 18 نحسبها على الكالكوليتر هتساوي بالنسبه لك 25 متر بير سكند. ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك from the opposite figure mention the name of the phase and the type of cell division. قول لي الشكل بتاع حضرتك ده بيعبر عن انهي فيز؟ بما ان انا شايف الرجاله دولت معمولين كده، فشايف هنا في اكستشينج بين الانر كروماتيد وهنا اكستشينج بين الانر كروماتيد، فده بالنسبه لي يمثل البرو فيز. ماشي. والسيل ديفيجن هنا بيكون ايه؟ طبعا اكيد هيكون الميوزس سيل ديفيجن.